إحدى المشاكل الخطيرة في إدارة الكبد هي المرضى الذين يعانون من فشل الكبد. هناك نوعان من فشل الكبد: الفشل الكبدي الحاد الذي يحدث فجأة ويزيد إليه، أو الفشل الكبدي الحاد على المزمن الذي يحدث على خلفية من تلف الكبد أو تليف الكبد. هؤلاء المرضى يعانون من مرض شديد يتأثر الجسم كله بسبب فشل الكبد. معظمهم يحتاجون إلى إدارة في وحدة العناية المركزة لفترة طويلة من الزمن. في أبول لدينا دعم كبير من متخصصين آخرين لمساعدتنا في هذه الإدارة. لدينا أطباء تخدير الكبد وأطباء العناية المركزة المتخصصين في الكبد لمساعدتنا في إدارة هؤلاء المرضى، ونستخدم جميع أساليب العلاج المتقدمة المتاحة. بما في ذلك دعم الكبد الخارجي المتقدم في شكل علاج البلازما أو علاج امتصاص الهيم لمساعدة مرضى فشل الكبد. هذا يعرف أحياناً بغسيل الكبد، على الرغم من أنه ليس غسيلاً بالمعنى الدقيق. بعضهم نقوم بتجهيزهم لعملية زراعة الكبد التي ستنقذ المريض في النهاية. نحن واحد من القليل من المراكز في البلاد التي تقدم إدارة شاملة لفشل الكبد بزاوية 360 درجة.